أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. هاجمت الممثلة والإنستغرامرز عزة سليمان زميلتها مرام بن عزيزة عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، متهمة إياها بزيارة العرافات والمشعوذين من أجل القيام بسحر للتفريق بينها وبين طليقها. كما أعلنت عبر ذات التدوين أنها ستقوم بمتابعتها قضائيا، وقالت: يا خيتي عندكم 3 سنين مطلقين، تولدوا عباد وماتوا عباد وانتي ما زلت في جرتنا. 3 سنين توا ما لقيت بها وين، وليت تسحر ولا بخوخو وشعوذة، والله شي سخف. وأضافت أعز سليمان في نقد لاذع لزميلتها مرام بن عزيزة: اسمع مني، خلي فلوس العرفات وامشي اعمل بيهم تيرابي، تو تتفرهد خير، سيب عليك هذا شرك بالله، اللطف يا ربي، تلاها في حياتك وخدمتك. الحمد لله ربي ديما وحميني من الشرك، ودعا والدي ديما حيد يحميني منك ومن عمايلك اللي تعمل فيهم. وأضافت أعز سليمان في ذات السياق: قعدت كان تكذب على العباد، تحس في روحك بوزيتيف فايبز، وزعما عايش حياتك وانتي أفعى تقرص من تحت لتحت، وهو اللي تعمل فيه باش تحطمنا. دوروا أعملوا سيجار وبعد الفطور، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وختمت أعز سليمان تدويناتها بنصيحة لزميلتها مرام بن عزيزة، وقالت لها: وكي تمشي للعرافة رد بالك راهم يسجلوا فيك، أنا من اليوم يزي مسكت، ما عادش مسامحة حتى واحد، وتمسني تسمح حسي.